الحمد لله يخلق ما يشاء ويختار، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المهاجرين منهم والأنصار، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى. عباد الله، إنكم عما قليل تستقبلون شهرا عظيما وموسما كريما. إنه شهر رمضان المبارك الذي خصه الله من بين الشهور بفضائل عظيمة، حيث جعل صيامه أحد أركان الإسلام، ولم يرخص الإفطار فيه إلا لمسافر أو مريض على أن يقضي من شهر آخر. قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أيها الإخوة المؤمنون، الصيام لغة الإمساك، يقال لكل ممسك عن شيء من طعام أو شراب أو أعراض الناس وعيبهم فهو صائم. ومن هذا قوله تعالى: فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي صمتا، كما قال ابن عباس وغيره. وشرعا الإمساك بنية عن المفطرات من شخص مخصوص في وقت مخصوص، والمفطرات هي الأكل والشرب والجماع. وقد فرض صيام شهر رمضان المبارك في السنة 2 من الهجرة بالإجماع، وكان فرض الصيام تدريجيا، حيث أوجب الله سبحانه وتعالى الصيام على التخيير بينه وبين الإطعام عن كل يوم مسكينا مع تفضيل الصيام، كما قال تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم أوجب الله الصيام سبحان الله في حق غير المريض والمسافر، وقضاء في حقهما إذا زال العذر. وللصوم فوائد عظيمة وحكم كثيرة، منها أن الصيام من أكبر العون على تقوى الله عز وجل، لأن له تأثيرا عجيبا في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة. ثم بعد ذلك للعبد تعبد لله تعالى بترك شهوات النفس ومألوفاتها، وفي هذا يتجلى صدق محبة العبد لربه وتعظيمه له. ثم إن الصيام تربية للإرادة وجهادا للنفس وتعويد على الصبر والتحمل فيما يعود عليها بالنفع. أيها الأخ، ثم في الصوم فوائد عظيمة صحية، فهو تطهير البدن من الأخلاق الرديئة ويكسبه صحة وقوة، وذلك بترتيب أوقات الواجبات ووجبات وإراحة جهاز الهضم مدة معينة. وقد ثبت في صيام كل رمضان فضائل عظيمة، ولهذه الحكم وغيرها أوجب الله سبحانه وتعالى الصيام. أيها الأخ الكريم، وكل عام وأنتم بخير. أسعد الله أوقاتكم بقبول شهر رمضان. أوقاتك ربي سنهاملك سجى رمضان قولا. أيها الناس، اتقوا الله تعالى. ربي كيس صداتا المنام، إنكم عما قليل جزيك بابا بودان جاء رمضان قلتني تسنتا موسما عظيما، شهرا عظيما وموسما كريما. جاء قلتني والفادا إيقنا أموتنو الرا أموتنو بالشاتا بريدا. إنه شهر رمضان المبارك. جاء رمضان كربي بركاي سكي سكاي ربي كي نوارهتني سمو كل ليس يسأل لنجيس جئوت أددا كان كيسا. فضل عظيم ربي سكي سكاي، حيث جعل صيامه أحد أركان الإسلام. جاء كان كيس صوم ربي كي نتوكو أركان الإسلام ما ويتقول، ولم يرخص فيه الإفطار، كيس تصومه يقول أميه ربي كلام قرين إلا لمسافر أو مريض. نما مسافر ملئ وكان مركم ستملئ على أن يقضي سنما نيو قرتني قاف زوال والناس الرادب سفر قلني وكركب الرافي إن قرتي قضى سرت، كما في قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، نمن صوم يسدل فيها صوم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، نمن كون يستوكي وكاكرادم لكوي سقويا بنا رأيتها قوتته. الصيام لغة الإمساك. أيها الناس، صوم جيتشون قرتني أف صبر سيسو أف قبو جيتشا، يقال لكل ممسك عن شيء أن